ومن أفضل ما قيل في تقوى الله سبحانه وتعالى ما قاله علي بن أبي طالب في تقوى الله سبحانه وتعالى: 4 أمور: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. 4 جمل أو 4 كلمات شملت كل شيء. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي الخوف منه، فمن خاف الله سبحانه وتعالى أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله سبحانه وتعالى أخافه الله من كل شيء. فإن خفت من الله جعل كل شيء يهابك، وإن لم تخف الله سبحانه وتعالى وخفت من خلقه جعلك تخاف من كل شيء. فالخوف من الجليل يجعلك تخاف من المعصية ولا تفعلها، فالخوف من الجليل يجعلك تقبل على الطاعة وتداوم عليها. الخوف من الله سبحانه وتعالى يجعلك لا تأمن لمعصية ولا تطمئن لطاعة. إزاي؟ إن أنا أخاف إن أنا أعصيه ولا أطمن لطاعتي، إن أحس إن أنا كده نجيت. فالخوف من الله سبحانه وتعالى هو رأس الأمر في تقواه سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن تخاف من الله سبحانه وتعالى ما يجعلك تداوم على طاعته وتخاف من معصيته. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. تركت فيكم كتاب الله وسنتي، فعلينا أن نعمل بالقرآن والسنة بدون ابتداع، وأن نعمل فيهما أو بهما باقتناع. فالعمل بالتنزيل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا السمع والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما ينزل آية من القرآن ويأمر الصحابة سبحانه وتعالى أو يعلمونها، كما نزلت آيات الخمر كانوا يشربون الخمر مثل الماء. عمر بن الخطاب كان يشرب الخمر مثل الماء، فلما نزلت آية تحريم الخمر سكبت الخمور في أماكنها وكأن أنهارا تجري تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى سمعا وطاعة. نقول سمعنا وأطعنا، ولا نقول كما قالت اليهود سمعنا وعصينا. إذن العمل بالتنزيل ما قاله الله وما قاله رسول الله ننفذه بدون أن نعاند أو بدون أن نمانع في شيء. ما تقولش يعني أنا مش مقتنع بالأمر، زي اللي تقول لك أنا مش مقتنع بالحجاب ويقول لك أنا مش مقتنع باللحية، أو لا الأمر ده مش عارف إيه، أو الأمر ده مختلف فيه. والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. الرضا بالقليل والقناعة، كما قالوا القناعة كنز لا يفنى. خلي بالك، قليل فيه بركة خير من كثير ليس فيه بركة. داوم أو أحب ما أعطاك الله سبحانه وتعالى ولو كان قليلا تشعر بأنه كثيرا. فكم من كثير أهلك بيوت ومنازل، وكم من قليل عمر بيوت ومنازل. الرضا بالقليل، ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. الاستعداد ليوم الرحيل. الاستعداد ليوم الرحيل هذا من أفضل الأمور التي تستعد بها، لأن النبي لما راح لواحد يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ فلا بد أن تكون مستعد في نومك وفي يقظتك أنك ستقابل الله سبحانه وتعالى وستقف بين يديه وستحاسب على كل شيء. وقفوهم إنهم مسؤولون. الأنبياء سيسألوا عما قدموا وما بلغوا، فما بالكم بنا نحن؟ إذن تقوى الله سبحانه وتعالى هي رأس الأمر كله، فعليك بتقوى الله حتى تنجو في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا.